في سنة 2000 استلم بشار الأسد حكم سوريا من بعد أبوه حافظ الأسد. وقتها كان العالم وسوريا متوقعين إن بيكون بشار هو المخلص من العذاب اللي مرت فيه سوريا بسبب أبوه الحافظ أسد، ومستحيل يكون بشار اللي مش جاي من خلفية عسكرية وكان طبيب أو دكتور يكون زي أبوه، يكون بالوحشية اللي كان فيها أبوه. ولكن الموضوع اختلف 180 درجة. الله أكبر! لأن بشار كان أسوأ من أبوه بمئات المرات. وبعد 11 سنة من حكم بشار الأسد لسوريا، وبالتحديد في 2011، انطلقت ثورة الربيع العربي في جميع أنحاء العالم العربي زي مصر وليبيا وتونس. وفعلا الثورات دي نجحت في أنهم يعملوا انقلاب على رؤسائهم، وتم فعلا اسقاط رؤسائها. فبدأت سوريا ان هي تعمل ثورات ومظاهرات على بشار. ولكن من هنا بدأت المشكلة، لان كان رد بشار بطريقة غير سلمية، بطريقة وحشية. يا رباك بشار الاسد، ليه بتصلي لبشار الاسد؟ ليه بتعبد بشار الاسد سيدي؟ هيك صرت افهم. بذهبوا مين؟ باشا. قائدكم مين؟ باشا. وربك مين؟ باشا. الله مين؟ باشا. محمد مين؟ باشا. وقتها تم اعتقال المتظاهرين بشكل مجنون، الأطفال، المراهقين، أي حد بيهدد حكم أو نظام بشار بيتم اعتقاله على طول. حتى الأطفال اللي ممكن تبقى أقل من 10 سنين و10 سنين و15 سنة، أي طفل يعني أو أي مراهق بيتم اعتقاله. والأطفال اللي بيتم اعتقالها دي بيتعذبوا وبيتم يعني معاملتهم بأسوأ المعاملات اللا آدمية، وخصوصا لما شافوهم بيكتبوا على الحائط إجاك الدور يا دكتور. ومعنى الجملة دي للي ما يعرفش، هي كانت بالتحديد لبشار الأسد، وفيما معناها ان هيجيلك الدور وان انت تسقط زي ما سقطوا اللي كانوا في مصر وتونس وليبيا. وبس من هنا بدأ بشار الأسد يتعامل مع السوريين بطريقة لا آدمية أو غير آدمية بما تحمله الكلمة. أطفال مراهقين بيتم تعذيبهم وبيتم حتى قتلهم. فلما بدأ نظام بشار ان هو يعتقل الناس بالطريقة دي، الشعب غضب غضب شديد، وبالذات بعد مقتل بعض من الأطفال السوريين. فمن مقتل الأطفال دول وسجنهم بدأت يعني تحصل بعض المشاكل في الدولة. بدأت الجيش ان هو ينقسم، بدأ يعني اتنين الجيش، والفئة التانية او الجيش اللي انقسم اسمهم الجيش السوري الحر. وبدأت بسرعة الصاروخ تتحول لحرب أهلية، حرب بين الشعب والجيش اللي انقسم وبين نظام بشار، وبقوا كلهم بيحاربوا في بعض، الشعب والجيش بيحاربوا في الجيش والنظام بتاع بشار. ومن هنا بدأت تتكون جبهات ومعارضين لنظام بشار الأسد، وبدأت تتدخل الدول عشان تدعم المعارضة، وبدأت تتدخل دول عشان تدعم بشار الأسد ونظامه. فمن الدول اللي دعمت المعارضة اللي هي ضد بشار الأسد كانت تركيا، كانت بتدعمه بشكل مباشر. فبالتالي بشار الأسد استعان بروسيا وإيران، وبدأت سوريا ان هي تقصف في سوريا بحجة ان هم عايزين يمشوا المعارضين او الناس اللي بتعارض الأسد. ولكن وقتها اتقتلوا بمئات وآلاف السوريين بسبب القصف ده. ووقتها ظهر الشخص اللي يدعو بأبو محمد الجولاني، رجل في البداية كان ملثم غير معروف الهوية، وكان الرجل ده معروف برجل الغموض. فكانت الناس تفكر ان هو داعشي، ولكن خرج داعش بنفسها ونفت ادعائهم. ولكن داعش بنفسها كفرت ابو محمد الجولاني ده. فبكده الناس استبعدت ان يكون ابو محمد الجولاني داعشي. واصدرت الحكومة الامريكية مكافأة بقيمة 10 مليون دولار للي يقدر يجيب راس محمد الجولاني، وصنفته ان من اخطر الارهابيين. المهم نرجع الوقت للحرب اللي سببتها روسيا وسوريا وايران، واللي راحت بسببها الاف الناس وتهجرت بسببها ملايين الناس. وكان في كل بيت لازم يكون فيه اثر بسبب بشار الاسد، من معتقلين، من متهجرين، ناس تهجرت، او حتى ناس ماتت بسبب الحرب، او حتى ناس اتعذبت في السجون وخرجت. المهم ان بشار ساب على كل سوري اثر، سواء في بيته او في نفسه. ولكن بعد مدة استنزفت روسيا وايران اللي كانوا بيدعموا بشار بشكل مباشر، واللي كانوا بيمولوه بالفلوس والاسلحة. فبدأوا ان هم ينسحبوا علشان روسيا كانت عندها حرب في اوكرانيا، وايران كانت عندها
حرب مع حزب الله. فبسرعة استغلت المعارضة الضعف اللي بقى في بشار الأسد وفي سوريا، وبدت ان هي تاخد اجزاء كبيرة من سوريا، ومن اهمهم حلب ودمشق، واطلع وانزل، وفعلا بدأوا ان هم ياخدوا مناطق كبيرة من سوريا لحد ما استولوا او اخدوا سوريا كلها. وبعدها قعدوا يدوروا على بشار الاسد علشان يسوموه سوء العذاب على اللي عمله في الشعب السوري من السجون او الحاجات اللي عملها واللي احنا هنحكيها دلوقتي. فكانوا قاعدين بيدوروا عليه، ولكن بعد شوية أعلن بوتين إن بشار الأسد موجود في روسيا. وبعد ما المعارضة أو الناس اللي كانوا ضد بشار الأسد بدأ إن هم يعني ياخدوا الدولة، بدأ إن هم يخرجوا كل اللي في السجون واللي اتسجنوا بسبب النظام. وكانت الصدمة من اللي شفناها في السجون كانت صدمة بما تحمله الكلمة من المعنى، ومن أشهرها سجن صدنايا، السجن اللي بيلقب بالمسلخ البشري دوت جحيم. عمره ما كان سجن ولا هيتسمى بسجن في يوم من الايام، لان هو ده الجحيم في الارض. سجن صدنايا اللي تم انشاؤه في 1987 على يد الحافظ اسد. السجن اللي وصفته وزارة العدل الدولية بانه مسلخا للبشر، مسلخ للبشر. وطبعا السجن ده شفنا فيه اغرب الحاجات، شفنا حالات اغتصاب كانت رجالة نظام بشار الاسد كانت بتغتصب النساء اللي هناك، حتى ان احنا شفنا اطفال. طب انت شو اسمك حبيبي؟ وعمر. شو عم تساوي هون؟ عم دور على بابا. بابا هون حدا قال لك انه هون بصيدنايا؟ ايه مدور عليه انا ومامي. ايه. من ايمت ما شفته لبابا؟ صار لي من 14 سنة. قديش عمرك انت؟ انا ما يتعداش عمرها الخمس سنوات موجودين في السجن. اطفال موجودين في السجن ليه؟ لان طلع ان هم كانوا بيغصبوا النساء دي، كان بيتم اطعام الاشخاص دول الاكل المعفن والماء الوسخ او المالح، كان بيتم تعذيبهم بأسوأ واوسخ الامور بالمكبس البشري. والسجن ده في اول يوم بتخشه بيعصبوا عينيك كده، بيحطوا زي القماشه في عينيك ويدخلوك غرفه، ويبدا ان هم يكسروا في عظمك في جوه في الغرفه دي، وبعد ما يخلصوا ويضربوه يدخلوه في الزنزانه اللي هيقضي فيها طول عمره. واللي الزنزانه اللي يدوب بتكفي 5 اشخاص ممكن يدخلوا فيها اكتر من 25 شخص. كانوا الناس بيموتوا من قله الهواء ومن الامراض، لان التلامس وطبعا النفس والامراض، فكانت الناس بتموت، واللي كان بيموت بسبب قله الاكل، واللي بيموت بسبب العذاب. السجن اللي شفنا فيه المكبس البشري، السجن اللي شفنا فيه المسالخ البشريه. ولكن الحمد لله تم تحرير سوريا من بشار الاسد، وهو حاليا قاعد في روسيا. فالله اعلم الايام الجايه مخبيه لنا ايه. الحمد لله على تحرير سوريا، ومبروك للسوريين جميعا. ولو وصلت حد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في سوريا وتشترك في القناه وتحط لايك. مع السلامه.